المسلمين في العراق. والأخ عمر عرفناه قارئا يقرأ باللهجة العراقية، وأيضا له إلماحات في قراءات أخرى. باسمكم جميعا نحييه ونقول له بارك الله فيك وجعلنا وإياك من حملة القرآن الكريم، فإن أشراف أمتي حملة القرآن. نعم. اليوم السياحة ستكون في سورة الحجر. هذه السورة إنما سميت سورة الحجر لذكر أهل الحجر فيها، وتتعرض هذه السورة الكريمة إلى أن نفوس بعض الذين يناولون الإسلام من الكفار والمشركين تعتمد في نفوسهم رغبة بأن يكونوا مسلمين، فلذلك نرى مفتتحها يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فكأنه هنالك رغبة تعتمل في صدور أولئك بأن يكونوا مشاركين للمسلمين بتوجههم وأخلاقهم وإسلامهم. ولكن الإنسان إذا لم ينهض نفسه ولم يهيئ نفسه لتقبل الإسلام، وأن يخرج من ثوبه القديم ومن لباسه العتيق ومن العادات والتقاليد التي ورثها، فإذا لم يخرج وينظف قلبه منها، فإن نور الإيمان وألق الإسلام سوف لا يكتحل قلبه بها. هذه سورة الحجر، وتتعرض إلى أمور عظيمة جدا. سوف يبتدئ بقراءة فصل منها نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون
وادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار وصحبه الأبرار. صلى على محمد وآل محمد. باسمكم جميعا أشكر القارئ الملا عمر محمد درويش الميسي